الأهلي بعد ما عمل صفقات ب2 مليار جنيه بيحقق موسم صفري، موسم كارثي، موسم 2025-2026. الأهلي في كل حتة عمال يجيب اجوان، زي ما راح أفريقيا برضه راح اليابان. خلينا ناخد كأس العالم للأندية كبداية. طبعا كان مدرب الأهلي خوسيه روبيرو، ودي كانت قائمة النادي الأهلي في بداية كأس العالم للأندية. البداية كانت انتر ميامي وميسي البابا، عملنا ماتش رائع، ضيعنا فرص وانتهت المباراة بالتعادل، مع ان الأهلي كان ممكن يكسب بسهولة. أفضل لقاءات الأهلي في الموسم كله تقريبا التعادل أمام بورتو 4-4، تألق وسام أبو علي اللي اتباع بعد كده لكولومبو سكرو، ثم الهزيمة أمام بالميراس، وبكده نقول بداية مبشرة للموسم على مستوى كل حاجة. تعود طائرة الفريق للقاهرة للمشاركة في بطولة الدوري. شفت بعد كل اللي حصل في كأس العالم للأندية ده، الأهلي بيبدأ الدوري بتعثر أمام مودرن سبورت بتعادل 2-2. بعدها الأهلي بيصالح جماهيره بالفوز على فاركو 4-1 في المباراة اللي شهدت تألق أحمد سيد زيزو وسجل هدفين. كان لسه المدرب خوسيه روبيرو. زيزو 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 أحمد سيد زيزو يوم لزيزو في مرمى فريق. نخش على الجولة الرابعة على طول. الأهلي في الجولة الرابعة واجه المحلة العنيد بقيادة الكابتن علاء عبد العال. الجدير بالذكر إن المحلة كان متعادل كل ماتشاته قبل الماتش ده، وبالفعل نجح في تحقيق التعادل السلبي أمام الأهلي 0-0. نروح للجولة الخامسة، وما أدراك ما الجولة الخامسة. الأهلي واجه بيراميدز وخسر 2-0، وبكده الأهلي بيحقق واحدة من أسوأ انطلاقاته في الدوري. هنا بقى لابد من وقفة. تمت إقالة المدير الفني خوسيه روبيرو، وجه المدرب المؤقت عماد النحاس، ودي كانت أحسن فترة للأهلي في الدوري الموسم ده. عماد النحاس بدأ بتعادل مع إنبي 1-1. هذا اللقاء ينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1. تقدم النادي الأهلي بقدم محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، ثم يستعيد الأهلي نغمة الانتصارات بالفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0، ثم الانتصار على حرس الحدود 3-2. في كرة القدم المصرية مع أسوان ومع الإسماعيلي، وكذلك مع وأحمد رمضان بيكم، حسين الشحات، وأحمد عبد القادر. عماد النحاس الليبرو اللي هو يعتبر في حد ذاته النادي الأهلي كما ظهرت هنا على الشاشة بقيادة الكابتن عماد النحاس، مع على البدلاء مصطفى شوبير، حمزة عبد الكريم، عليو ديانج، مصطفى العش، عمر كمال، وأحمد رضا. لكن محمد شريف عمل إيه في حسام؟ محمد شريف عمل إيه في حسام؟ أعاد حسام. ثم لقاء القمة والفوز بلقاء القمة وتألق حسين الشحات بنتيجة 2-1. وآخر لقاءات الكابتن عماد النحاس الفوز على الكهرباء الإسماعيلية 4-2. محمد هجرس والمخالفة أشرف بن شرقي والتصويب الحلو والهدف. الله 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 عليك يا ولد، الله المهارة المغربية واللمسة الجميلة السحرية. الله الله الله. وبكده الأهلي يتصدر الدوري المصري. تبدأ فضول أفريقيا، ويبدأ معها أسوأ فترة للأهلي في الموسم، وهي تعيين المدير الفني الأجنبي يوسف تورو. عمك تورو استلم المهمة. أول مباراة كانت أمام إيجل نوار، وكان الكابتن عادل مصطفى هو اللي استلم المهمة الفنية، عشان عمك تورو لسه جاي ما يعرفش حاجة. الأهلي كسب 1-0. تاني مباراة الأهلي كسب الاتحاد السكندري في الدوري 2-1، ودي كانت أول مباراة رسمية ليستورو. بعدين لقاء الإياب مع إيل نوار ونفوز 1-0 برضه، وبكده الأهلي يتأهل لدوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يتعثر في الدوري بتعادلين، تعادل 1-1 مع بتروجيت، وتعادل سلبي مع المصري البورسعيدي. ثم تأتي بطولة السوبر والأهلي يكسب الزمالك تاني ويحتفل بالسوبر. يا سلام من زيزو إلى بن شرقي، من زيزو إلى بن شرقي، من زيزو إلى بن شرقي. السوبر يبدأ بالأهلي، السوبر يبدأ بالأهلي. لو تلاحظوا إن الأهلي بدأ يكون نمط أو معدل معين أو باترن في النتائج، وهو إنه يكسب ماتشين أو 3
ثم يتعادل أو يخسر قدامهم ماتشين أو 3، يعمل نتيجة إيجابية ماتشين 3 ثم نتيجة سلبية ماتشين 3. والكلام ده مش هيخليك تكسب بطولات، لا الدوري تقدر تكسبه بالكلام ده ولا بطولة أفريقيا، وده فعلا اللي حصل الموسم ده. نخش على بطولة أفريقيا دور المجموعات، نكسب شبيبة القبائل 4-1 نتيجة ممتازة، ثم نتعادل مع الجيش الملكي وكلنا فاكرين أحداث الجماهير واللي حصل في المباراة. نروح للكاس، بداية الكاس مفاجأة مدوية، نخسر من المصرية للاتصالات ونطلع من الكاس، وادي أول بطولة تروح على الأهلي الموسم ده. بدأ بقى يظهر كلام عن مشاكل في أوضة اللبس، واللعيبة مش عايزة تجدد، واللعيبة بتغير من زيزو وعقد زيزو. طبعا طول ما في نتائج سلبية المشاكل بتظهر على السطح، لكن لما نتائج إيجابية والدنيا ماشية مفيش مشاكل بتظهر. نروح لأفريقيا، نكسب يانج أفريكانز 2-1، نرجع الدوري نكسب وادي دجلة 3-1. ادي كده ماتشين نتيجة إيجابية، نتبعهم على طول بتعادلين نتيجة سلبية، تعادل 1-1 قدام يانج أفريكانز وكذلك قدام البنك الأهلي في الدوري. دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات، نتعادل مع شبيبة القبائل 0-0، نرجع الدوري المصري نكسب الإسماعيلي اللي هبط 2-0. كل ده والإدارة مش عارفة تتخذ أي إجراء في الإدارة الفنية، من الآخر مش عارفين نغيل ترب بسبب طبعا موضوع الشرط الجزائي. الحمد لله توصلنا مع الحل واستقال حاليا. يتعادل مع الجيش الملكي في القاهرة، يكسب الجونة 1-0، يكسب سموحة 1-0، يتعادل مع زد 1-1، نكسب يا باشا المقاولون 3-1، نخسر من طلائع الجيش 2-1. أداء كارثي، موسم للنسيان، مفيش مرة عملنا سلسلة فوز متتالي غير مع الكابتن عماد النحاس اللي محدش اداله حقه الموسم ده. هل لو استمر الكابتن عماد النحاس الموسم ده كان النتيجة هتبقى مختلفة على الأقل على مستوى الدوري المصري؟ الآن يرفع كرة مقوصة بالراس، لا زالت خطيرة والجول. الكارثة، الهزيمة ذهاب وعودة من الترجي في أول مرة في تاريخ النادي الأهلي، والخروج من البطولة الأغلى بطولة دوري أبطال أفريقيا. لم يتم اتخاذ أي إجراء من مجلس الإدارة، شوية بيانات على شوية تصريحات نارية، شوية عقوبات، المركب عمالة تغرق والموسم مش فاضل فيه غير الدوري، وتم إجراء قرعة البطولة المجمعة أو الدور الثاني من الدوري المصري. يا باشا على البطولة المجمعة، يستروب لا يزال المدير الفني للنادي الأهلي، وهوب تعادل يا باشا مع سيراميكا كليوباترا 1-1. هنا عرفت أنا إن الدوري راح ليه، كنا عملنا فيديو قبل كده هتلاقيه في علامة الآيفون. ولا جديد يذكر أو قديم يعاد، تكسب يا باشا من سموحة 2-1، تكسب يا باشا سموحة 2-1، تخسر من بيراميدز 3-0، كده انت خسرت من بيراميدز رايح جاي، وهنا البطولة التالتة بتضيع على النادي الأهلي، رسميا الدوري راح. دانيال شلاجر يدي ضربة جزاء في الوقت القاتل لصالح نادي بيراميدز. شوبير، كريم وقوفة، كريم